البنت حطت دفاية يد في البانيو. في اللحظة اللي بعدها الدفاية اختفت. البانيو نقلها للعصور الوسطى من 1000 سنة. جندي هناك بدافع الفضول خدها في حضنه ولاقيها بتدفي جدا، فافتكر غلط إنها هدية في الوقت ده. البنت ما كانتش مصدقه من اختفاء الدفاية فجأة. افتكرت إن دفاية يد واحدة قليلة وإن البانيو أكلها، فقامت رمت كل الأكل المنتهي الصلاحية في البانيو. بس الأكل برضه اتنقل للعصور الوسطى. أول ما الأكل ظهر فجأة، جندي فتح كيس نودلز مقرمشة واخد قضمة، فضل يمدح فيها ويقول إنها أطيب حاجة كلها في حياته. ده خلى الجنرال يفهم إن دي بركة، خصوصاً إن جيشه كان محاصر في المدينة من العدو، وكمان كان الشتاء قارس والأكل قليل جدا. لكن فجأة البانيو بعت لهم أكل كتير. الجنرال فرح، بس عارف إن الأكل مش كفاية، فكتب جواب ورماه في البانيو ودعا وطلب فيه أكل أكتر. سرعان ما الجواب وصل للبنت، ولما قرأت المحتوى البنت الطيبة اشترت كمية أكل كبيرة أونلاين. لكن بسرعة مدخراتها قربت تخلص، وهي مترددة تكمل ولا لأ. ظهر جواب تاني في البانيو. قبل ما تلحق تقرأ الكلام، البانيو قذف كمية كبيرة من ذهب ومجوهرات وتحف. لما دورت أونلاين لقيت إن القطعة الذهب الواحدة قيمتها 300,000 دولار، وفي اللحظة دي وصلها كمان الأكل اللي كانت طلبته أونلاين. وفي نفس الوقت في المعسكر العسكري في العصور الوسطى ما كانش فاضل غير آخر جزء من الأكل. ولما الكل كان يائس، البانيو نقل لهم كل الأكل اللي البنت اشترته. الجنود اتأثروا وقالوا إنهم أكيد هيكسبوا الحرب. لكن في اللحظة اللي بعدها جيش العدو وصل لباب المدينة ومستعد يهاجم. الجنرال ما كانش قدامه اختيار غير إنه يخرج ويوقف تقدم العدو. وفي الوقت نفسه البنت في العصر الحديث كانت اشترت أسلحة حديثة كتير. بسرعة رمتهم في البانيو. وفي اللحظة دي لما الجنرال كان محاصر وسط جيش العدو، الجنود في العصور الوسطى استعملوا الأسلحة الحديثة وأنقذوه.